للحديث عن الحملة بينضم معنا عبر الزوم الأستاذ محمد الأحمدي، الباحث القانوني بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. الصوت عند حضرتك مرحبا بك أختي، مرحبا أختي العزيزة، مرحبا بك والمشاهدين. السلام عليكم. نعم، وعليكم السلام. أستاذ محمد، ما الرسائل والأهداف الرئيسية التي تسعى حملة ليسوا سجناء بل أسرى إلى إيصالها محليا أو دوليا؟ الحقيقة أولا قضية السجناء السياسيين أو معتقلي الرأي في السجون المصرية هي قضية مؤرقة للضمير الإنساني، وقد تقادمت هذه القضية بينما يظل العالم صامتا إزاء هذه المأساة المروعة. يعني سنوات سرقت من أعمار الضحايا وهم خلف القضبان، ولا بصيص أمل يلوح في الأفق على الأقل لوضع حد لمعاناتهم ومعاناة أسرهم. هذا وضع في الحقيقة مزر للغاية ووضع مؤسف. التقارير الحقوقية وشهادات أسر الضحايا القادمة من مصر تدمي القلب في الحقيقة فيما يتعلق بأوضاع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في السجون بسبب ظروف الاحتجاز اللا-إنسانية والاعتقالات المطولة وسياسة التدوير، إعادة اعتقال السجين أو سجين الرأي أو المعتقل أو كما أطلقت عليهم الحملة أسرى الحرية. يعني بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي يتم تجديد الحبس مرة أخرى بذرائع مختلفة وبمبررات واهية في الحقيقة. وبالتالي هذه الحملة هي محاولة للتذكير بهذه المعاناة وهذه المأساة الممتدة، ومحاولة أيضا إيصال أصوات الضحايا إلى العالم وملامسة ضمير المجتمع الدولي ونشطاء حقوق الإنسان وأحرار العالم من أجل الالتفات إلى هذه المأساة وهذه القضية المؤرقة. نعم أستاذ محمد، يعني ما هي الوسائل التي ستستخدمونها في هذه الحملة، وما هو المرجو من وراء هذه الحملة؟ ماذا تنتظرون منها؟ هذه الحملة في الحقيقة تشترك فيها إلى جانب عدالة والكرامة العديد من المنظمات الحقوقية، وكما قلت الهدف منها هو التذكير بهذه المأساة المتمثلة بمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين في مصر الذين تقادمت عليهم سنوات وهم خلف القضبان ولا بصيص أمل يلوح في الأفق من أجل إنهاء مأساتهم. كلما أوشك أحدهم على انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو انتهاء محكوميته يعاد محاكمته مرة أخرى بنفس الوقائع ونفس الاتهامات، وربما أيضا بنفس الجهات القضائية التي تتولى المحاكمة، محاكمات صورية تفتقد للحد الأدنى من معايير العدالة وسياسات تغيب عنها ضمانات الحبس الاحتياطي، بحيث يبقى الضحية رهن مشيئة السلطات في الإبقاء عليه خلف القضبان إلى ما لا نهاية، يواجه الموت البطيء أو الإفراج عنه، والإفراج عنه أصبح صعب المنال في ظل هذه السياسات. وبالنسبة للوسائل التي نسعى للعمل عليها للتذكير بهذه المعاناة وهذه المأساة هي حملة مناصرة، يعني النشر الإعلامي للقضايا المتعلقة ببعض سجناء الرأي على الأقل كحالات نموذجية، وأيضا تسليط الضوء على أوضاع السجون وظروف الاحتجاز. في الآونة الأخيرة أشير إلى ظروف احتجاز مروعة وإلى احتجاجات نفذها سجناء الرأي في معتقل بدر وبعض السجون المصرية، ويعني تنديدا طبعا هذه الاحتجاجات من طرف السجناء بظروف الاحتجاز المروعة التي يلاقونها وغياب الرعاية الصحية والحرمان من الزيارات أو تشديد القيود على الزيارات لذويهم وحرمانهم أيضا من الأدوية والرعاية الطبية اللازمة. كل هذه القضايا يتم تسليط الضوء عليها خلال هذه الحملة من خلال النشر في وسائل الإعلام، من خلال أيضا التواصل مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لا سيما أن هذه الحملة أيضا تتزامن مع انعقاد الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تعد مصر عضوا في المجلس، ويفترض أن تكون هذه العضوية مقترنة بالتزامات على الجانب المصري والدولة المصرية الوفاء بها لجهات احترام حقوق الإنسان. لا يعقل
أن تكون كل هذه الأصوات حول العالم للمنظمات الحقوقية المنددة بأوضاع السجون والمنددة بظروف الاحتجاز المروعة والحبس الاحتياطي المطول والانتهاكات الصارخة لحرية الرأي والتعبير هي مجرد صرخات في فضاء، هي في الواقع تأتي انعكاسا لوقائع وحقائق على الأرض. يجب على السلطات في مصر وعلى الدولة المصرية باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الإنسان خلال هذه الدورة وباعتبارها أيضا طرفا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أن تلتفت على الأقل إلى هذه التقارير وهذه البيانات المنددة بأوضاع السجناء ومعتقلي الرأي، وتعمل على معالجة هذه القضايا والكف عن سياسة القمع والتنكيل ونشر الرعب والخوف في المجتمع لتكميم الأفواه ولتقويض كل مظاهر المعارضة السلمية والنشاط الحقوقي المدني في البلاد. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني برأيك هل توجد أدوات وضغوط دولية ممكنة تجبر السلطات على تحسين الأوضاع وإنهاء هذه الانتهاكات؟ لا شك أن هناك العديد من التوصيات المطلوب من الحكومة المصرية الالتزام بها، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي نظر في ملف حقوق الإنسان في مصر في يناير العام المنصرم 2025. هناك العديد من التوصيات التي أدلت بها الدول ووافقت السلطات المصرية على جزء من هذه التوصيات، وهي توصيات مهمة وتلامس قضايا حقوق الإنسان، وعلى الحكومة المصرية التزاما بواجبها تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبما لمصر أيضا من مكانة مهمة أن تلتزم بهذه التوصيات وتعمل على تنفيذها وتطبيقها في أرض الواقع، وأن تسعى جاهدة لإنهاء هذه الحقبة المظلمة في ملف حقوق الإنسان في البلاد، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وطي هذه الصفحة، وأيضا مساءلة منتهكي حقوق الإنسان على الانتهاكات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية. نعم. الأستاذ محمد الأحمدي، الباحث القانوني بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، بنشكر حضرتك جزيل الشكر.